طيب أنا هقرأ بس الورد بتاعي سورة البقرة ونص ساعة وهكلمك. اللهم بارك، سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة وفي نص ساعة؟ إزاي؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ده يمكن يكون أهم مبدأ في التخطيط، إنك تعمل كل يوم حاجة قليلة وتستمر عليها أفضل من إنك تعمل حاجة كبيرة في يوم وتنام باقي الأيام. لكن أحيانا بنحتاج نغير المبدأ ده، والإجابة في سورة البقرة نفسها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: خذوا ما آتيناكم بقوة. اكسر الحاجز واعمل حاجة كبيرة ولو لمرة واحدة في حياتك. اعمل الحاجة بقوة واجتهاد. جرب تقرأ سورة البقرة في جلسة واحدة، اقرأها بالحد، يعني انك تقرأ بسرعة مع مراعاة احكام التجويد. كل مرة هتقل المدة اللي بتقرأ فيها. قناة أبيض. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟